بسم الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم كلام مباشر. ضيفنا لهذا اليوم هو الأستاذ مهنا الحبيل، وسوف نناقش مع ضيفنا الكريم موضوع الوحدة الوطنية. حياك الله أستاذ مهنا. أهلا بكم دكتور محمد. الله يحييك ويسلمك. أهلا بكم أستاذ مهنا، هناك حديث كثير عن الوحدة الوطنية. الفلسطينيون يتكلمون عن الوحدة الوطنية، وكل يتكلم عن الوحدة الوطنية، لكن الذي يعنينا نحن في برنامجنا هذا هو مفهوم الوحدة الوطنية في المملكة العربية السعودية. دعنا نبدأ من السؤال التقليدي: ما هي الوحدة الوطنية؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهنئ المشهد الإعلامي بالانطلاقة المباركة، وأعتقد أن شخص مثل الدكتور محمد الحضيف من المفيد للوحدة الوطنية وللمنهجية الإسلامية الراشدة المعتدلة أن يكون في صفوف الإعلاميين وأن يستفيد منه المشهد إجمالا. ربما بالاستقراء الوحدة الوطنية تقوم على 3 أسس تجتمع أو تقوم على واحدة منها: الهوية الجامعة، المرجعية الدستورية، المشترك المصلحي العام عموما. وحتى لو استقرأنا وثيقة المدينة التي خطها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومن غيرهم، تجد هناك أسس تشير لهذه القضية، فضلا على أن استقراء أحكام الفقه في تاريخ التشريع الإسلامي إضافة إلى نص الكتاب والسنة، وإضافة إلى ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة وتعامله الواسع حتى مع المنافقين كأفراد في المجتمع، رغم الإدانة الشرعية والتحديد لهم، لكن أبقى لهم خيار المشاركة الوطنية، يعطي تصور على هذه الأسس، إضافة إلى كما قلنا يعني مفهوم الذي ورد في أطوار كثيرة في الدولة الإسلامية. لما تحدد الهوية الجامعة نعم. كواحدة من عناصر الوحدة نعم. الوطنية، هل هي متوفرة عندنا في المملكة العربية السعودية؟ بالقطع الهوية الجامعة لهذا القطر، للمملكة العربية السعودية، لجميع أقاليمه، وهي هوية مجتمعية وأيضا كنظام سياسي، يعني ليست فقط كنظام سياسي، كمجتمع. مناطق المملكة كلها تؤمن بالإسلام والعروبة، ولا بد أن نتحدث عن العروبة هنا. ليست المفهوم بالعروبة أننا نقصد القالب الذي عرف العروبة بالقالب القومي الاستئصال لما سواه، أو الذي يعتقد أن مرجعيته تنطلق من مفهوم القومية وليست من الرسالة الإسلامية. القومي ببعده العلماني. نعم، بعده العلماني أو بعده الانعزالي الشديد، يعني إنما المفهوم على أننا أمة عربية لا يمنع أن نكون ذات رسالة إسلامية وأننا انتقلنا انتقالا كبير، ولكن يبقى أننا عربا، وهذه العروبة لا تتناقض مع التزامها بالرسالة الإسلامية. لذلك فشل البعد القومي أو العنصر الوحدة على أساس قومي ببعدها الاستئصالي. نعم. حتى لعلك تذكر ذلك الشاعر الذي يقول: سلام على كفر يجمع بيننا ومرحبا بعده بجهنم. أنا أعتقد هذا نموذج يعني منحرف للغاية، لكنني أعتقد أن القومية العربية إذا أخذناها بالتيار المعتدل، بالمفاهيم المشتركة بين التيار الإسلامي وبين القوم العربي، لتقوم على أن هناك اتفاق على أن وطن الإسلام الأول هو الوطن العربي، وأنه من الضرورة بمكان أن يستقيم عود هذا الوطن لكي يتبنى الرسالة،
خاصة في المساحة الأخيرة، المساحة الزمنية الأخيرة، يعني قرب كثير من القوميين أمام هذا المفهوم، وبقي البعض منهم نحو لا يزال يلتزم مفهوم الآخر. على كل حال في كل الأحوال ما نقوله نحن على أن هنا المجتمع هوية جامعة إضافة الالتزام الرسالة الإسلامية العروبة ركن أساسي. لماذا؟ لأن الآن أصبح يدلس كثيرا على المجتمع الإسلامي، أصبح هناك إسلامات متعددة تطرح غير الإسلام الأصيل الذي يقوم على الكتاب والسنة وعلى منهجية تاريخ التشريع الإسلامي إجمالا. وهذه فقط إضافة في هذه النقطة، هذه يعني لها علاقة بأن المحضن العربي وتاريخ التشريع الإسلامي الذي ساد فيه في القرون الثلاثة له علاقة بمدى قرب العروبة في الهوية الجامعة للدولة الوطنية. طيب نحن لا نريد أن نذهب إلى العروبة والإسلام لأن لن تكون نعم. يعني موضع نقاشنا. نعم. لكن دعنا نتحدث عن الوحدة الوطنية.